يا صباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي يوصلكم فيه الفيديو. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا مع بعض بوصفة جديدة وفيديو جديد، وزي ما انتوا شايفين كده هنعمل مع بعض النهاردة حاجة كده مفيش حد فينا ما بيحبهاش، وهي الرز بلبن. النهاردة هنعمل من كوباية رز واحدة بس أكتر من 14 طبق رز بلبن. وعايزة أقولك يعلم ربنا الكمية دي كلها من كوباية رز واحدة بس. هنعمله بطعم حلو جدا جدا وسهل وبسيط، وكمان يعني مش هياخد منك مصاريف وتكلفة كتيرة. وعايزة اقولك 14 طبق رز بس، 14 طبق رز من كوباية رز واحدة بس. هنعمله مع بعض بطريقة سهلة جدا وبسيطة. وشوف انت بقى ده، العلبة الصغيرة قد علبة الزبادي بتتباع بكام في المحلات. هنعمله مع بعض وشه كريمي كده وحاجة كده عسل، ومن غير ما نضيف قشطة وحاجات كتيرة ولا كريمة. هنعمل مع بعض الرز بلبن. تعالوا بينا نشوف مع بعضنا مكوناتنا وطريقة التحضير. وأول حاجة هحط حلة على النار نصها مية، يعني حطيت نص حلة مية. هتقولي لي طب قد ايه؟ هقولك حوالي لتر ونص من المية. وهنا ده عندي لبن. بص لو خدت بالك، هو طبعا لبن كان في الفريزر، انا سخنته كده وسبته شوية. بص الوش بتاع اللبن اصفر. عايزة اقولك ده لبن من يعني لبن طبيعي اصلي، يعني مش مغشوش. هنا عندي كوباية رز كده. وزن الكوباية الرز دي 200 مللي جرام من الرز. طبعا بضيف عليها، طبعا انقيها لو فيها اي حاجة، بس طبعا الرز المكيس بيكون نضيف. ناخد بالنا لا يكون فيها اي حاجة. وبحط عليها مية وبسيبها شوية، مية باردة عادي خالص، لحد ما المية اللي انا حطاها في الحلة بتغلي. خلاص تعالوا بقى نشوف مع بعضينا. الاول ما المية هتغلي، الرز ده بناخده طبعا بنصفيه. يعني بسيب مدة الرز في الحلة، بسيبه لغاية لما المية بتاعة الحلة تغلي. خلاص بعد كده غسلته ونضفته بالشكل ده وحطيته في الحلة، وهسيبه لما يغلي عادي خالص. وعايزة اقولك إن كل شوية كده بنقلبه ونحرك فيها كل شوية عشان ما تلزقش معانا، وهيبدأ يغلي معانا بالشكل ده. وعايزة اقولك يعلم ربنا كوباية رز واحدة طلعت معانا كل الكمية الحلوة دي. بصي شايفة الرز عندي كده يعني خلاص قرب يدخل في مرحلة السوا. وهقولك لو عايزة الرز يزيد معاكي ربنا يبارك ويبقى كتير كده، هتعملي ايه؟ هنشوف مع بعض. هنا الرز عندي دخل في مرحلة نص السوا. انا بطفي عليه وبسيبه شوية للأمانة. بطفي على الرز وبسيبه شوية لغاية ما يشرب أغلبية المية بتاعته دي، عشان ما يبقاش الرز عندي صايص أو صايط ويبقى فيه ميات كتير. انا هنا كده هطفي على الرز بتاعنا وهسيبه حوالي بالظبط نص ساعة مطفي عليه النار. الخطوة دي على ما اعتقد محدش قالك عليها قبل كده. بصي بأمانة بأمانة هي دي كوباية الرز اللي احنا عملناها مع بعض. طبعا جبت اللبن عندي ضفته بالشكل ده كده اهو. اللبن كان فك خالص. بصي اللبن لبن كده بوش كده اصلي طبيعي، مش مغشوش ولا في اي مية، لان ده لبن بصراحة جاي من قلب الصعيد. بصي وبدأت كده ان انا بقلبهم اللبن والرز مع بعض. خلاص ناخد بالنا ايه، اما نغلي اللبن لو هنجيبه سايب، يا اما معلبات ما تغلوش فضيه على طول، عشان اللبن السايب لازم يتغلي شويه. خلاص هنشوف بقى، هنضيف عندنا شويه تكات كده وحاجات كده حلوه عشان الرز بتاعنا يبقى طعمه حلو كده وقوامه كريمي. وعايزه اقول لك ربنا يبارك، الحله اتملت زي ما انت شايفه. هتقولي لي طب كميه اللبن دي قد ايه؟ هقول لك دي 5 كوبايات من اللبن يا جماعه، يعني كيلو لبن وشويه كمان. لبن دسم اصلي مش مغشوش، مش عليه ميه خالص. هضيف طبعا عندي كده كيس من الفانيليا عشان يبقى طعمه حلو. ولو انت بقى حابه تزودي قشطه كريمه حاجات من دي، هقولك هتضيفيها فين بالظبط او في اخر كام دقيقه من تسويه الرز. الرز لما بنسيبه في الحله بيشرب كل الميه بتاعته وبيبقى كتير كده وحلو ربنا يبارك. ضفت عندي حبه من الزبيب. لو انت مش عايزه تضيفي الحاجات دي مفيش مشكله، بس في حاجات لازم نضيفها هتدينا قوام كريمي. بعد كده انا جبت عندي جوز هند، ضفت كده كام معلقه كده 2، ادي 3، 4 معالق. ضيفي الكميه اللي انت تحبيها. انا ضفت عندي 4 معالق مليانين من جوز الهند المبشور وشويه من الزبيب. ولو خدت بالكم بصي وش اللبن عامل زي الزبده اصفر. المعلقه بقى اللي هتديني قوام كريمي كده وعسل، وهي الكريم شانتيه الخام. ضفت عندي معلقتين بالظبط من الكريم شانتيه الخام. هتخلي الرز بلبن طعمه بأمانة في حتة تانية. صدقوني أنا عن تجربة، يعني ربنا يبارك. جوزي بيقول لي بصراحة ما شفتش أحلى من ده رز بأمانة، صدقوني. وبعد كده ضفت عندي كوباية من السكر. وناخد بالنا ان الكوباية اللي هنعاير بيها السكر هي اللبن، هي الرز، هي كل حاجة، لان عشان ما يبقى التحلية تبقى مظبوطة معاكي ويبقى كل حاجة مظبوطة. يعني انا عايرت بيها الرز، هي اللي عايرت بيها اللبن،
هي اللي حطيت بيها السكر عشان يبقى كله مظبوط جنب بعضيه. وطبعا هنا انا مولعه البوتاجاز على نار هاديه لغايه لما كله ده يغلي ويتداخل في قلب بعضيه. الرز بامانه كان طعمه رهيب، وزي ما انتوا شايفين ربنا يبارك قد ايه الكميه عشان بس يمسك معايا شويه ويبقى مربوط كده وحلو. جبت عندي هنا كوباية فيها ربعها بالظبط واقل من ربعها مية، هضيف عليها معلقتين نشا مليانين وهدوبهم وهدلقهم على الرز. خلاص بالشكل ده انا مهديه النار على الرز وبسيبه، اصل اللبن مغلي والرز كان معايا مستوي. انا بس عايزاهم يتداخلوا في قلب بعض عشان الفانيليا الكريم شانتيه النشا كمان مبقاش ليها طعم قوي لان انا عايزاها تستوي. وهقلبهم بالشكل ده كده وهفضيهم على الرز لغاية لما يغلي معانا الرز، بعدين بننزله ونبدأ نعبيه. زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده عسل عسل، ربنا يبارك، طعمه كان رهيب. اتمنى كلكم تجربوه، ولو ما عندكيش لبن ان شاء الله بمشيئة ربنا هنعمل مع بعض الرز بلبن من غير ما نضيف لبن حليب. هقولك هنعمله ازاي وهيبقى طعمه رهيب. اعملي كده تحلية لولادك في الصيف، بنحبها في التلاجة كده تبقى طعمها حلو، وكمان كمية وفيرة وكمية كبيرة ربنا يبارك، كان طعمه رهيب. ممكن تعملي نص الكمية، تعملي نص كوباية رز وتعملي نص كيلو من اللبن. يعني كوباية الرز بتاخد كيلو لبن وبتاخد لتر ونص من المية. وعشان زي ما قلت لك في الأول ازاي نخلص من المية بتاعت الرز، بنطفي عليها طبعا بعد ما الرز بيخش في نص التسوية بالظبط. خلاص لان انت بتطفي عليه نص التسوية بعدين هو بيسوي نفسه. خلاص هنا كده غلي عندي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، الكمية كبيرة ربنا يبارك، حاجة كده عسل. محدش هيصدق طبعا ان الكمية دي كلها من كوباية رز، وانا قلت لأمانة ربنا بأمانة بأمانة هي كوباية رز واحدة طلعت معايا كل الكمية العسل دي. ببدأ أعبيهم في أطباق صغيرة زي ما انتوا شايفين طبعا، هو لسه رز خفيف، لكن لما بركنه كده على الرخامة أو على بسيبه كده يهدى الرز بيتقل معايا وبيبقى زي العسل زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هعبي طبعا الكمية بتاعتنا كلها هتشوفوها. انا عبيت 14 طبق من الرز باللبن ويمكن اكتر كمان، هتشوفوا معايا كام واحدة. خلاص اهو بالشكل ده بصوا. يعني عندي البولة المدورة دي كانت 5، البولة التانية دي كانت على ما اعتقد 6 او 5 برضو. بصي بالجمال بتاعه، وكان في 3 تاني عكس دولة او غير دولة. يعني ربنا يبارك، الكمية حلوة جدا 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 جدا. خلاص هخلص الكمية بتاعتنا انا هعبيها وبعدين هنرجع مع بعض تاني نشوف الكمية بتاعتنا قد ايه. يلا بينا. لو وصلت معايا لغاية هنا في الفيديو ما تنسنيش في تعليق منك حلو وكمان اعجاب على الفيديو. وشكرا شكرا لكل كلامكم الحلو والتعليقات البسيطة اللي تكتبوها عندي. ربنا يا رب كده يعوضكم خير، امين يا رب. ويلا نشوف مع بعض كميتنا الحلوة قد ايه. بصوا بقى ربنا يبارك الكمية بتاعتنا قد ايه. يعني لو حسبناها ربنا يبارك كمية كبيرة. عايزة اقولك للأمانة يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني. خلاص اهو بالشكل ده كده بحط عندي شوية من الزبيب على الوش كده عشان يعني كشكل كده، لو انت مش عايزة خلاص وبسيبه يبرد وبعدين بدخله التلاجة. وبنرجع مع بعض تاني بعد ما بيبرد ونشوف الرز بتاعنا هيطلع معانا ازاي. يلا بينا. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، وكنا لإعجابكم. اشوفكم على خير وصفة جديدة وفيديو جديد. وزي ما انتم شايفين كمية الرز بتاعتنا ربنا يبارك ربنا يبارك. وعايزة اقولك بأمانة ربنا 14 طبق من الرز بلبن كانوا زي ما انتم شايفين 12 ازاز واتنين بلاستيك. اشوفكم على خير وصفة جديدة وفيديو جديد. سلام وكل سنة وانتم طيبين، امين يا رب تعاد عليكم الايام بخير.